يا اخي اسالك بالله ترد علي، لا والله يا اسعد، خليني نكمل، خليني نكمل لحظه لحظه، مداخلتي. سؤال واحد ورد علي افدي قلبك علشان احبك ليوم القيامه. كم قتلتوا فرنسيين يا اخي في هذه الثوره؟ كم قتلتوا فرنسيين؟ شوف يا اسعد، شوف فهمني. اسالك بالله عندكم رقم؟ لا انا هو الفرنسيين اللي قتلوا في الثوره ام في المقاومه الشعبيه؟ انتوا علشان هزمتوا فرنسا، اذا هي قتلت منكم 1.5 مليون وانتوا المنتصرين، فالمفترض يكون عندها 5 مليون فرنسي لانها لا ماشي مهزومه. 5 مليون، لا ماشي 5 مليون، لا. طيب كم قتلتوا؟ كم في اقل حدود كم؟ شوف انا نقول لك الفرنسيين اللي ماتوا اقل من 200 الف، انا نقولها لك. يا اخي فهمت؟ صل على رسول في الله، انتم الثوره. كانت الطيور تجاهد معكم والصخور والبلاري يا اسعد كل ما حاجه، كم تتهكمش يا قتلتوا اسعد، فرنسيين؟ لا تتهكم يا اسعد، لا تتهكم. شوف والله ما افهمني. اتهكم، لكن عندما تقول لي انا قاتلت وانا ناضلت وانا حررت، قول لي ليس يا اخي ليس لحظه 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 بالضروره نقتل، لحظه يا اخي، لحظه ليس يا جزائري بالضروره. لحظه امك فهمني يا فهمني. يا اخي والله لا تفهمني انت، قسما بالله تفهمني اول انت. روح تفضل، يعني اي روح. انت ما بتعد تتقلقش، الشهداء ما حقك. تتقلقش، ما عديت تتقلقش. يعني انت قاعد تعد شهدائك وقاعد تصرف جماجم، وحتى الجماجم عادينهن عندكم. قل لي الان، هل عندكم احصائيات في وزاره المجاهدين ولا في دولتكم تقول لكم كم قتلتوا انتم من الفرنسيين عشان حررتوا هذه الارض؟ خلنا نفرح يا اخي، نفرح ان انتم دقيتوا خشم فرنسا. شوف يا اسعد، يا اسعد افهمني. اه فرنسا كاين تضارب في الارقام تاع القتلى الفرنسيين، كاين تضارب في الارقام. فهمت. انا نقول لك حنايا شوف ما يفوتوش 200 الف فرنسي. فهمت؟ ما يفوتوش، ما يكونش اكثر من 200 الف فرنسي. المهم شوف الجزائر. وليش انتم مليون ونص؟ فرنسا هي المسؤولة عن أنها تحسب عدد قتلاها، مش إحنا اللي ايه نحسبوا لها. فرنسا معليش هي فارس المسؤولة نكمل عن معك. إحصاء عدد قتلاها ولسنا نحن. فأنت معليش يسال فرنسا. هذا السؤال لفرنسا، لا تسألني أنا. اسأل فرنسي عن عدد قتلاه في الجزائر، لست أنا الجزائري. فرنسا هي المسؤولة عن عدد قتلاها ولست أنا. من العيب والعار أن تحصوا لا القتلى، أن قفلوا يا اخي، تحصوا. قفلوا. ياسر خليني نكمل، خليني لحظه نكمل لحظه يا يا اسعد. جزائري، لحظه. هذا الاخ اللي تحت فارس، فارس والله اننا حسبتك محاور ناجح وهادئ، لكنك متشنج وكل شويه تفتح الميكروفونات. يا اخي ما هوش اسلوب هذا. انا ما صدقت لقيت جزائري نستطيع ناخذ ونعطي معاه. الان صدمتني، طلعت انت مع الشله هذا قر 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 شويه ولا تفتحش الميكروفون. فرنسا يا بتعد فرنسا معليش لحظه اسعد. يا اخي. فرنسا بتعد جماجم جدك لليوم، الى هذه اللحظه ما حاجه بتعد الجماجم. بتعد فرنسا بتعد لا سوتك يا يا اخي وليد لا القحبه، يا وليد يا اخي لا الشرموطه. والله الجماجم ما عند ربي شهداء. بينما شوف انت اختك، انت انا اليوم في الناظور رجعوك، اليوم في النظر رجعوك كي القحبه، رجعوك كي القحبه في النظر. اليوم قالوا لك في اسبانيا تتكلم على الجماجم يا وليد الشرموطه. امك راهي كي الشرموطه في اليمن، هي يحويوها فيها، يحويوها اليهوديه، يحويوها الحوثيين. بينما انت هنايا في المروك كي الشيخه مع الشيخات. اليوم رجعوك من ناظور، رجعوك كي الكلب. اين السياده يا وليد اللاتي؟ انت اليوم بنت على حقيقتك في الناظور. رجعوك من ناظور، رجعوك من قلب المغرب وقالوا لك اخرج هنا اسبانيا. تتكلم انت على الجماجم وتتكلم عن الجزائريين. تتكلم انت جاي من شبه الجزيره العربيه، جاي المغرب باش تاكل وتشرب. نعم انا اعترف انك وجدت مغربا لا يوجد فيها رجال. لو كان رجال المغرب لدافعوا عن انفسهم، ما جيبوش مسترزق كيما انت. انت روح جيب يا راجل بما ما انك تطالبني بالجماجم، هناك سيده اسمها لاميه. خلاص يا اخي، لحظه سير حسب لحظه يا اخي الجماجم. ياسر لو سمحت. انا سادافع عن نفسي. هذه شوف، هذا الذي كان يوما ما يريد ان يناظر ياسر، يعني شوف كيف تركته ونضجته لكم على نار هادئه الى ان طلع واحد تبوني. خليني نكمل كلامي يا اسعد. جزائري، لحظه يا جزائري، اذا انت تريد تكون سفيه مثله سب وامشي عادي، احنا لا متعودين لا عليه. لا شوف خليني نكمل. قاطعتني، يا اخي خليني لحظه نكمل. لحظه، هو قاطعك صاحبك. المفروض انك تقول له هو ليش يقاطعك ويسبني. شفت كيف سب امي وكيف سب كل شيء.
يسب امي وامي مريضه في العنايه المركزه. معليش يا اسعد، انت جبت السب لروحك يا اسعد، لو سمحت يا انت اخي جبت السب لروحك انت يا اخي سد المايك يا اخي. لا 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 اسمع، لا انت لا تقول يا أخي. الجماجم والدنيا يا أخي فهمت. ايوه جماجم جدك ما زالت عندك. وعلاش ما تشوفش اليمن انت؟ وعلاش ما تشوفش اليمن لحظة كما يا قال أخي، لك ياكلوا لحظة، بالحشيش؟ لو علاش ما سمحت، تشوفش لو اليمن سمحت. انت؟ اخي اذا تريد تبقى سد المايك عشان نعطيك وتكمل. الله يرحمك. خليني نكمل انا، خليني نكمل. انا دعني اعلق على هذا السفيه الذي نزل. صح، اعلق ومن بعد نكمل انا. لا لا انا اعلق وبعدين تكمل. اذا انا اعطيك الميكروفون. شفتوا هذا الذي كان يتكلم عن الاستقلال والاستقلال، في الاخير امك المراه المغربيه يحوي ويعوي ومدري ايش من هذا الكلام الذي انا اصلا لا افهمه ولا ادري ماذا يقول. هذا اللي قد كنت انا اقول انا احسن واحد في الجزائريين. يا جزائري ما تستحون انكم جزائريين، اقسم لكم بالله هذه تربيتكم، هذه تربيتكم عندكم، انتم تربيتوا هكذا ما فيها يا اخي. الا يوجد متحف انسان فيه جماجم جزائريون؟ ما تسبش يا اسعد من فضلك، ما تسبش يا اسعد، ما تسبش، ما تسبش يا اسعد. يا الله اكبر، لا تفتح الميكروفون يا اخي. قروا، استغفر الله العظيم يا جماعه. يعني الى متى ستفهمون يا اخي؟ الى متى ستدركون كيف تدار الحوارات؟ أنا لا أكذب عندما أقول لك في متحف إنسان تروح تدفع 15 يورو تدخل تشوف هذا جمجمة الجزائري وهذا جمجمة الجزائري وهذا جمجمة كذا. هل أنا أكذب؟ لا أكذب. إذا كانوا أنتم تبادلتم جماجم وخالطوكم بجماجم مزورة وجماجم وأعطوكم جماجم للإيجار، أعطوا تبون جماجم فرنسية للإيجار يستأجرها تبون عشان يضحك عليكم أنه أنا استعدت الجماجم حق أجدادنا. هل أنا أقول كلاما خارجا؟ تتألمون أنتم من الحقائق. عندما يجي يقول لي فرنسا هي التي تحصيقت لها، أنت ما قتلت شيء، ما قتلت حاجة أنت، ولا والله يمكن ما قتلت ولا فرنسي واحد في هذا الجهاد. ويجي تقول لي أنا قاتلت وأنا ناضلت وأنا فعلت وأنا تركت. اصبر يا أخي. فبالتالي هذا فارس الحمد لله سقطت ورقة التوت وطلع من إياهم من المجموعة القذرة التي أبوه ليته نام تلك الليلة وما خلفه، أو ليت أن الكلب أكل وترك الفرخة، يعني كان أحسن. يعني جاءت كائنات حقيرة من هذا النوع إلى الحياة الدنيا بهذا الشكل، يعني يعملون تلوث سمعي في منتهى البذاءة، في منتهى الحقارة، في منتهى الانحطاط. لكن الحمد لله شوفوه الآن ياسر حفر له قبر، ياسر هو واخذ المعول حفار القبور. خلاص هذا فارس اعتبروه انتهى، وأحيل إلى مقبرة أسعد الشرعي التي فيها كثير من التبونيون والصحراويون والانفصاليون. تفضل يا جزائري كمل. شوف يا اسعد، قبل ما نكمل، والله انت كبير في العمر وتجيب السب لروحك، يعني وتجيب السب للوالده تاعك. يعني احترم نفسك شويه. والله احترم نفسك. لا تبرر سقوطكم الاخلاقي بان ارفع المستوى، ارفع المستوى. انتم اخلاقكم رديئه، انتم ما تربيتوا. صح بالله خليني نكمل. هيا اقفل، خليني نكمل. ممكن تكلم تعطينا الكلمه من فضلك. انتم تسبون الله، تسبون الله. معليش خليني نكمل. تسبونه يا اسعد، خليني نكمل. هيا شوف نكمل مداخلتي ونتحدى كولايور هذا، نتحداه امامك. ياسر دافن منكم 250 مليون ونص شهيد في مقبره